السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية. وإن شاء الله النهاردة كده هنحل امتحان نهائي في الهندسة وحساب المثلثات. وعايزاك كده تقعد كده عندك ثقة في الله أولا وأخيرا، وتعرف بإذن الله إن أنت هتطلع كم كبير من المعلومات تقدر تحل بيها أي امتحان وأنت مش ناوي هم الهندسة دي خالص. ماشي ان شاء الله باذن الله. هنبتدي كده سلسله حل المحافظات والامتحانات لحد يوم الامتحان. تخش كده وانت عندك ثقه 100% باذن الله بهذا الامتحان. اولا بيقول لي مجموع اختر. مجموع قياسات زوايا مثلث الداخلة يساوي كام؟ 180 درجة. احنا طبعا عارفين الكلام ده كويس قوي، ان مجموع قياسات الزوايا كام؟ 180 درجة. بيقول لي في الشكل المقابل ان أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. تمام. عندنا مثلث قائم الزاوية في ب 3 4، يبقى على طول الوتر 5. يبقى على طول أول ما يقول لي مثلث قائم الزاوية 3 4 يبقى الوتر 5. يبقى معروف قاعدة كده 3 4 5. 3 4 5. طب 5 دي جت ازاي؟ مربع دوت زائد مربع ده. يبقى مربع الضلع الضلع أ ب زائد مربع الضلع ب ج يديني مربع أ ج. هجيب تربيع الجذر التربيعي بتاعه يديني كام؟ 5. تمام، بقت دي كام؟ 5. طيب يبقى احنا هنا عندنا ظا ج. ظا ج اللي هي ايه؟ المقابل على المجاور. ظا ج مقابل على مجاور. اي ظا مقابل على مجاور. طيب الجا والجتا مقابل على الوتر ومجاور على الوتر. خلينا احنا ايه دلوقتي في الظا. الظا يعني ايه؟ مقابل على مجاور. مقابل على ايه؟ على مجاور. مقابل اللي هو الأربعة على المجاور 3، يبقى 4/3 باختيارنا رقم ب. طيب مجموع قياسي الزاويتين المتتامتين يساوي 90 درجة. متتامتين يعني مجموعهم 90 درجة، متكاملتين مجموعهم 180 درجة. تمام. طيب معادلة محور السينات هي ايه؟ اول ما يقول لي معادلة محور السينات افتكر الصادات. يعني يقول لي محور السينات يبقى صاد بتساوي 0. طب معادلة محور الصادات س بتساوي 0. تاني بيقول لي معادلة محور السينات يبقى صاد بتساوي 0. معادلة محور الصادات يبقى س بتساوي 0. تمام كده. يبقى على طول س عندي بتساوي 0. لو انا عايزة محور الصادات يبقى س هتساوي 0. ما خدتش حاجة من السينات. تمام. معادلة محور الصادات يبقى س بتساوي 0. معادلة محور السينات يبقى ص بتساوي 0. يبقى هي دي الايه؟ الإجابة. طيب بيقول لي المستقيمان اللذان ميلهما أو الميل بتاعهم -3/5 و5/3. طالما الاتنين عكس بعض كده يبقى دول على طول متوازيين. دول على طول ايه؟ متوازيين. يبقى أول ما يقول لي ميلين عكس بعض، واحد بإشارة موجبة وواحد بإشارة سالبة ومعكوسين، يبقى دول كده ايه؟ متوازيين. طب لو الاتنين شبه بعض يبقى متعامدين. لا انا اسفة، هنا المستقيمين المتوازيين المتوازيين الميل بتاعهم الاتنين متساويين. المتعامدين حاصل ضربهما بيساوي ايه؟ بيساوي -1. يبقى عكس بعض. المتعامدين عكس بعض اللي هم هيبقوا ايه هنا؟ متعامدين. تاني الجزئية دي، الميل اللي الاتنين متساويين يبقى الاتنين متوازيين. لو الميلين متساويين يبقى الميلين متوازيين. طب لو متعامدين يبقى الاتنين عكس بعض مع تغيير الإشارة. الاتنين عكس بعض مع تغيير الإشارة. طب اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي أ ب ج مثلث في زاوية أ ب د بتساوي أ ب د. أ ب د دي زاوية ايه؟ خارجة. طالما قال لي زاوية خارجة أعرف إن هي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. يبقى الزاوية الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها. تمام. يبقى هتساوي كام؟ 50 و70 120. تمام كده. تمام إن شاء الله. بيقول لي اوجد معادلة المستقيم الذي ميله
يساوي 3 ويقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءا طوله 5 وحدات. معنى معادلة المستقيم يعني ايه؟ عندي كده ان معادلة المستقيم هي ايه؟ معادلة المستقيم صاد بتساوي م س زائد ج. ماشي؟ هي دايما بتبقى على هيئة الايه؟ الصورة دي م س زائد ج، يبقى صاد بتساوي ايه؟ م س زائد ج. طيب انا عايزة يعني ايه م؟ يعني الميل. طب يعني ايه ج؟ يعني الجزء المقطوع من محور الصادات. تمام؟ طب هو عطيني المعلومات دي؟ طبعا عطيني ان الميل بيساوي كام؟ بيساوي 3. يبقى هنا صاد بتساوي 3 س. دايما السين والصاد موجودة في المعادلة مجهولين، ومين اللي محطوط؟ الميم والايه؟ والجيم. الميم والجيم هما اللي ايه؟ اللي محطوطين في المعادله، وايه؟ والسين والصاد مجهولين. تمام؟ زائد الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو كام؟ 5 وحدات، يبقى 3 س زائد 5. يبقى لما يقول لي اوجد معادله المستقيم الذي ماله، يبقى على طول ميم اللي هي بتساوي 3 وايه؟ والسين موجوده اهي، يبقى م س يبقى 3 س. طيب والجزء المقطوع من محور الصادات 5، يبقى زائد ج اللي هي زائد 5. تمام كده؟ يبقى تاني معادلة المستقيم، معادلة المستقيم على صورة صاد بتساوي م س زائد ج من م الميل، من ج الجزء المقطوع من محور الصادات. اعطيني دي ودي، هحط دي هنا ودي هنا، وكده بقيت عملت المعادلة بكل سهولة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ظا س بتساوي ج تربيع 30 زائد جتا تربيع 30. عايز قيمة س الايه؟ الزاوية الحادة. عايز قيمة، اوجد قيمة س. ماشي؟ طيب هنا ظا س دي مجهولة، تمام؟ يبقى ظا س زي ما هي. طيب الجا بتساوي ايه؟ بتساوي نص. جا 30 بتساوي نص، بس هنا نص تربيع، يبقى جا تربيع يبقى النص تربيع، يبقى جا 30 بنص. ماشي؟ جتا 30، الجتا جذر 3 على 2 الكل تربيع. تمام؟ يبقى حطينا جا تربيع اللي احنا حافظينها بنص، حطينا جتا تربيع اللي هي جتا اللي هي جذر 3 على 2 الكل تربيع، دي كل تربيع ودي كل تربيع. تمام؟ هنفك الايه؟ التربيعات دي، يبقى ربع زائد جذر 3 بجذر 3 يعني 3 على 4. ربع و4 و3 ارباع يعني كام؟ يعني 1 صحيح. مين الزاوية اللي ظلها بيساوي 1 صحيح؟ هي مين؟ إذا س بتساوي 45. من الزاوية اللي ظلها بيساوي 1 اللي هي الظا 45، يبقى الزاوية عندي بتساوي 45. يبقى تاني عملت ايه لما يجيب لي مسألة في حساب المثلثات بالمنظر ده او بالشكل ده؟ بحط السين ظا س دي مجهولة اللي احنا عايزينها. طيب انا عارفة جا 30 بكام؟ بنص، بس هو عايزها تربيع يبقى هربعها. جاتا 30 بجذر 3 على 2 عايزها تربيع بقى هربعها. تمام؟ يبقى عوضت عن دي وعن دي. تمام؟ هعوض عن دي وافك التربيع يديني ربع، هعوض عن دي هتديني 3 ارباع، ربع و3 ارباع يعني 1 صحيح. مين الزاوية اللي ظلها؟ اسأل نفسي كده، مين الزاوية اللي ظلها 1 صحيح؟ اللي هو كام؟ زاوية 45، يبقى س بكام؟ ب45. تمام؟ تمام ان شاء الله. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اذا كان المستقيم صاد بيساوي م س زائد ج، دي معادلة مستقيم بيوازي المر بالنقطتين دول. بيوازي يعني ايه بيوازي؟ يعني ميله بيساوي الميل ده. تمام؟ يبقى انا دلوقتي عايزين قيمة م المجهولة دي، هجيب مين؟ هجيب الميل بتاع ده. تمام كده؟ طالما ده بيوازي ده، عايزة اوجد قيمة م، يبقى انا ايه؟ هجيب قيمة م اللي مجهولة هنا. طب هو بيوازي، يبقى ميله بيساوي ميل المستقيم ده. اذا م بتساوي فرق الصادات على فرق السينات. تعالى فرق الصادات هنا
4 ناقص 1. يبقى أنا بدأت من دي، هبدأ بدي هنا وهنا. يعني إيه؟ يعني 4 فرق الصادات، يبقى 4 ناقص 1. ما أجيش أقول إيه 2 ناقص 6، لا، بدأت من النقطة دي يبقى هبدأ برضو بالنقطة دي. بدأت من النقطة دي برضو هبدأ إيه السينات من النقطة دي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني 4 ناقص 1 على 6 ناقص 2. يبقى 4 ناقص 1 على كام؟ 6 ناقص 2. تمام كده؟ يبقى بدأت من دي 4، الصادات اهي، صاد 1 ناقص صاد 2، يبقى دي ناقص دي. وسين 1 ناقص سين 2، برضو دي ناقص دي. تمام؟ يبقى 4 ناقص 1 يعني 3، و6 ناقص 2 يعني 4، يبقى مين بكام عندنا؟ 3/4. تمام؟ يبقى الميل ده هو ايه؟ الميل ده هو. يبقى طالما بيوازي يبقى ميل ده بيساوي ميل ده. طالما ده بيوازي ده يبقى ميل ده بيساوي ميل ده هو. طيب بيقول لي السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ اثبت ان النقطتين دول تمر بهما دائرة مركزها ميم. يعني ايه النقطتين دول؟ ادي النقطتين دول همت، ادي الف اللي هو ناقص 1 وكام و3، وايه وب اللي هي 2 و6. طب والمركز 2 و3. يبقى انا عملت ايه؟ رسمت النقط كده. هو بيقول لي اثبت، ماشي؟ فانا ايه هعملهم قدامي كده وبعدين اثبت ان هما بيمر بيهم مركز واحد. هعمل نقط كده واثبت ان هو بيمر بيه مركز دائرة واحدة. طب عشان تمر بيها دائرة واحدة يبقى لازم نص القطر ده هو نص القطر ده لازم يساوي ده. طب يعني ايه الكلام ده هو؟ يعني اجيب المسافة ما بين ألف وميم والمسافة ما بين ب وميم. يبقى هقول كده ألف ميم بتساوي دي المسافة. قانون المسافة بيقول لي ايه؟ الجذر التربيعي لمربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تمام؟ مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. تعالى نمسك السينات كده، ناقص 1 وناقص 2. ماشي؟ دي ودي. تمام؟ يبقى ناقص 1 ناقص 2. ومربع فرق الصادات 3 ناقص 3، 3 ناقص 3. تمام؟ هيديني كام دوت؟ ناقص 1 وناقص 2 ناقص 3، الكل تربيع يبقى 9، زائد 3 ناقص 3 صفر، الكل تربيع يعني صفر، التربيع يعني صفر. جذر 3 يعني كام؟ 3. جذر 9 يعني كام؟ يعني 3. تمام؟ يبقى أنا جبت المسافة ما بين ميم ألف وهجيب المسافة بين ميم ب. نفس الكلام، ميم ب بيساوي الجذر التربيعي مربع فرق السينات، هعمل قوس كده واربعه، زائد مربع فرق الصادات. تمام؟ مربع اي قانون مسافة بيقول لي مربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات. ادي مربع فرق السينات همسك كده اهو، ادي السين 2 ناقص 2 الكل تربيع، و3 ناقص 6 الكل تربيع. برضو دي صفر، صفر راح، وهنا ناقص 3 الكل تربيع يعني 9، يعني هيديني 3. يبقى بما أن ألف ميم بتساوي ميم ب، إذا النقط دي النقطتين ألف وب تمر بهما دائرة مركزها ميم. يبقى احنا طالما عندنا نص القطر دوت هيساوي نص القطر ده، معنى كده ان ايه؟ ان الدايره مركزها ميم بيمر بالنقطتين. الدايره دي هتمر بالنقطتين عشان يبقى النص القطر ده هو نص القطر ده. تمام كده؟ تمام ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان س ص ع مثلث. ادي س ص ع مثلث قائم الزاويه، واعرف لي كده، ركز لي يعني ايه قائم الزاويه؟ يعني قائم الزاويه في صاد. ادي صاد، يبقى اول ما يقول لي قائم الزاويه احدد الايه؟ الصاد، النقطه اللي قائم فيها المثلث الزاوي. ماشي؟ نقطه مين؟ نقطه صاد.
هحط الحرفين التانيين على الناحية التانية، ادي س وادي عين. تمام. س صاد، س صاد بكام؟ ب9 سنتي. هكتبها س عين، س عين اللي هي مين؟ الوتر اللي هي 15 سنتي. اوجد طول صاد عين. طبعا عندنا هنا اول ما يقول لي مثلث قائم زاويه ويديني ضلعين فيه، يبقى بكل سهوله بجيب الضلع الثالث من قانون فيثاغورس، اللي هو بيقول لي ايه؟ ان المربع المنشأ على الوتر بيساوي مجموع المربعين المنشئين على الضلعين الاخرين. تمام كده. المربع المنشأ على الوتر بيساوي طول المربعين المنشئين على الضلعين الآخرين. طب أنا دلوقتي عايزة ضلع ولا عايزة وتر؟ عايزة ضلع، يبقى أطرح الوتر ناقص الضلع اللي موجود عندي، مربع الوتر ناقص مربع الموجود عندي. طب يعني إيه الكلام ده؟ هقول هو عايز مين؟ طول صاد عين. صاد عين الكل تربيع، هكتب كده صاد عين الكل تربيع بيساوي س عين تربيع ناقص صاد عين تربيع. لو انت ما حطيتش الكلام اللي انا قلته الاول ده زي ما انا قلت لك بالظبط، هيطلع لك المسألة غلط. ليه؟ لان انا لازم احدد الزاوية القايمة فين. حددت الزاوية القايمة، يبقى معنى كده الوتر اللي قدامها على طول هو ايه؟ هو الوتر. طيب حطيت الحروف زي ما هو قايل لي، هكتب دي 9 ودي 15، هيديني دي صح. طب انا حطيت الحروف غلط، هيديني النتيجة غلط. تمام. يبقى انا لازم عشان احل اي مسألة في مثلث قائم زاوية لازم بحدد الايه، قائم الزاوية في ايه بالظبط. تمام. بعد كده بيبقى سهل عليا ان انا اجيب طول الوتر او طول الايه، اي ضلع من ضلعي القائمة. جبت الضلع القائمة اللي هو بيساوي ايه بقى؟ 9 في 9 بايه؟ ب81. لا ده الوتر اللي هو 15 في 15 ب225. تمام. 15 في 15 ب225 ناقص 9 في 9 ب81 بتساوي 5 ادي 4 ادي 4 ادي 1. ماشي. يبقى اذا صاد عين الجذر التربيعي. طبعا انت معاك آلتك وبتشتغل على طول بيها، فانت بيديك الارقام دي. احنا من كتر ما احنا اشتغلنا في الارقام احنا حفظنا الارقام جايه ازاي. تمام. يبقى جذر 144 اللي هو 12. تمام كده. يبقى صاد عندي بكام؟ ب12. تعالى بقى يا حبيبي كده جيب اي نسب مثلثيه بكل سهوله. بيقول لي اوجد قيمه، يبقى قيمه ج س ظا عين ناقص ج عين بتساوي ايه؟ ج س. همسك س، بص ركز معايا بنحل ازاي. بمسك الزاويه اهي، زاويه س ج يعني مقابل على الوتر، ادي 12 على 15 مقابل على الوتر. ظا عين ادي عين اهي مقابل على مجاور، يبقى في طالما الاتنين مع بعض كده يبقى دي في دي، في 9 على 12. تمام كده. تمام. ناقص ج عين مقابل على الوتر، يبقى ناقص 9 على 15. وهشتغل معايا كده، يبقى هنا 4 12 راحت مع ال 12 بقت 9 على 15 ناقص 9 على 15 بتساوي 0. يبقى تاني عملنا ايه؟ اول حاجة جبنا الضلع اللي ناقص في المثلث القائم الزاوية من ايه؟ من فيثاغورس. يبقى عايزة ضلع القائمة بطرح المربع الوتر ناقص مربع الضلع التاني. جبت الضلع تمام التمام. يبقى بعد كده بجيب النسب المثلثية بتاعتي بكل سهولة زي ما انا حافظاها. هنا ج س همسك زاوية س، زاوية س ج يعني مقابل على الوتر، يبقى 12 على 15. تمام. طيب ظا عين مقابل على مجاور، يبقى 9 على 12. تمام كده. طيب ناقص، يبقى جت حتة ناقص اهي حطيتها، يبقى ناقص ج عين اللي هي المقابل على الوتر 9 على 15. عطاني كام في النهاية؟ عطاني 9 على 15 ناقص 9 على 15 يديني 0. يبقى انا واحده واحده كده وماشيه بالراحه
وما ايه ما تلهوكش واعك الدنيا والاقي نفسي كل حاجه انا عملتها غلط واطلع اقول ان انا حليت. لا، ركز وانت بتحل، هتلاقي نفسك بتحل بكل سهوله، وكل حاجه هتبقى صح ان شاء الله، وتطلع مقفل الرياضه بكل ارتياح. ليه؟ لان انا ركزت شويه في الحل. طيب بيقول لي مثل النقط دي في مستوى متعامد. يعني ايه مستوى متعامد؟ ادي المتعامد، تمام. ادي النقطه دي اللي هي ايه؟ الف. الف مين اللي متعامد على مين؟ الف ه، يبقى الف هنا باربعة وايه واتنين، تمام. ادي اربعة اهي واتنين، ماشي. ادي النقطة دي، تمام. ب بكام؟ بصفر وايه واتنين. ادي الصفر اهي السين، واتنين هطلع مين؟ هطلع الصاد. ادي صفر واتنين، تمام. ادي نقطة ب. طيب ه صفر واربعة. ادي الصفر واربعة، يبقى هطلع فين؟ هنا، ماشي. يبقى ادي الصفر اهي والاربعة اهي، دي نقطة ايه؟ ه، تمام. يبقى دي نقطة ألف، ودي نقطة ب، ودي نقطة ه، صفر وايه واربعة. انا كده بمثل على المستوى المتعامد، تمام. د باربعة وايه؟ اربعة واربعة. د اربعة اهي واربعة اهي، يبقى د اربعة واربعة، ماشي. اربعة س، لا اربعة س اهي، معلش انا اسفة. اربعة س اهي وايه واربعة هنا ايه؟ اربعة اللي فوق، تمام. ادي اربعة واربعة، دي كده دي ايه؟ دي دال. اربعة واربعة تاني. اربعة، لا احنا عملنا الرسمة غلط. هنا المستوى المتعامد اهو، وهعمل ايه؟ هرقمه الاول. ادي كده واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة. يبقى انا برقم المستوى المتعامد بتاعي. اول حاجة بيقول لي ان الف اربعة واتنين. اربعة يبقى هبتدي السين اهي اربعة، وهطلع اتنين، ادي اتنين فوق اهي، تمام. ادي ايه؟ دي نقطة الف، تمام، اللي هي كام؟ اربعة واتنين. طيب نقطة ب اللي هي كام؟ صفر واتنين. ادي نقطة ب، تمام. دي نقطة ايه؟ دي ب اللي هي صفر واتنين. طب نقطة د او ه، صفر وكام؟ وصفر واربعة. ادي صفر واربعة، تمام كده. ادي صفر واربعة، ادي نقطة د. نقطة ه صفر، دي نقطة ه، انا اسف. ونقطة د اربعة واربعة، ادي نقطة د اربعة واربعة، يبقى هتبقى قدامها هنا، تمام كده. دي نقطة د، يعني مربع، تمام كده. ادي بيقول لي اثبت ان الف ه وب د تنصف كل منهما الاخر. يعني ايه ينصف كل منهما الاخر؟ يعني انا عملت كده وعملت كده، الف ه وب د ينصف كل منهما الاخر. يبقى احنا هنا عندنا ايه؟ النقطة دي. يعني ايه ينصف كل منهما الاخر؟ يعني مستطيل او مربع. طيب لو احنا جبنا المسافة دي، ماشي، والمسافة دي لازم الاتنين يبقوا قد بعض. المسافة دي والمسافة دي لازم الاتنين يبقوا قد بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. هجيب مين هنا؟ ألف د. هجيب ألف د ازاي؟ اللي هي دي هنا اربعة واربعة، تمام. ألف د هجيبها ازاي؟ مربع فرق السينات الجذر التربيعي. مربع فرق السينات يعني اربعة ناقص اربعة لكل تربيع، ناقص مربع فرق الصادات اربعة اربعة ناقص اتنين لكل تربيع. يعني معنى كده ان دي بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي لاتنين في اتنين باربعة، يعني بتساوي اتنين. دي بالنسبة لمين؟ لدي. تاني عملنا ايه؟ مربع فرق السينات ناقص زائد مربع فرق الصادات، زائد مربع فرق الصادات. مربع فرق السينات يعني اربعة ناقص اربعة لكل تربيع. مربع فرق الصادات اربعة ناقص اتنين لكل تربيع.
دي طبعا راحت، 4 ناقص 4 صفر، خلاص كأنها مش موجودة. و2 4 ناقص 2 اللي هي 2، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى جذر 4 بتساوي 2. تعالى نجيب مين؟ تعالى نجيب ب ه. ب اللي هي كام؟ صفر و2. صفر وكام؟ و2. والتانية صفر و4. تمام؟ صفر و2 وصفر و4. يبقى ب ه بتساوي ايه؟ بتساوي مربع جذر تربيعي مربع فرق السينات صفر ناقص صفر الكل تربيع، زائد مربع فرق الصادات 4 ناقص 2 الكل تربيع، يعني جذر 4 بتساوي 2. يبقى هنا عندنا أ ه بتساوي ب ه. تمام؟ و د ه. د ه بتساوي، تمام كده؟ د ه 4 جذر تربيعي 4 ناقص صفر الكل تربيع، زائد 4 ناقص 4 الكل تربيع. 4 ناقص صفر يعني 4، 4 في 4 ب16، يبقى جذر 16 ب4. د أ ب بيساوي 4 ناقص صفر الكل تربيع، زائد 2 ناقص 2 الكل تربيع. 2 ناقص 2 الكل تربيع يعني صفر راحت، جذر التربيعي ل4 كل تربيع يعني 16، يعني بتساوي 4. بما أن بقى أ د بيساوي ب ه، و د ه بتساوي أ ب، إذا الشكل مستطيل، كل ضلعين متقابلين متساويين. إذا الضلعين بقى مين؟ إذا هكتبها لكم فين؟ هكتبها لكم هنا كده عشان تبقى قدامكم. إذا القطران ينصف كل منهما الآخر. مين القطران؟ القطران اللي هما مين؟ د ه د ب وأ ه ينصف كل منهما الآخر. يبقى فكرة المسألة دي عندي هي ايه؟ هي ان انا اثبت الضلع ده بيساوي ده. يبقى لما يقول لي اثبت ان الضلعين دول ينصف كل منهما الآخر، تجيب اطوال اضلاع. اطوال اضلاع ازاي؟ اللي هو الجذر التربيعي اللي هو طول القطعة المستقيمة، الجذر التربيعي المربع فرق السينات زائد مربع فرق الصادات، وتعوض عادي. انا شايفة ان الهندسة بصراحة ربنا يعتبر لعب، مش حاجة يعني مضلعة نعمل عليها موال او نبقى نجيب درجة وحشة فيها. الجزء الاولاني او الترم الاولاني في الهندسة في الاعدادية عبارة عن لعب يعني ايه؟ مجرد ان انت بتعوض بارقام ودمتم وما فيهاش اي مشكلة. تمام؟ يبقى احنا جبنا اطوال، اثبتنا ان الضلعين المتقابلين متساويين. الله اكبر الله اكبر. يبقى ده على طول مستطيل، كل ضلعين متقابلين متساويين، يبقى ده شكل مستطيل كل ضلعين القطرين فيه بينصف كل منهما الاخر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ماشي كده؟ بيقول لي هنا اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة دي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ويصنع زاوية قياسها 45 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة دي ويصنع زاوية قياسها 45 مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. عايزين نفهم حتة الاتجاه الموجب والاتجاه السالب الأول كده. الاتجاه الموجب اللي هو عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني هو كده يبقى الميل بتاعه موجب. يبقى هنا كده ادي الزاوية اهي، تمام؟ يبقى هو الاتجاه عكس عقارب الساعة، تمام؟ الاتجاه بيبقى في عكس عقارب الساعة، يبقى معنى كده ان دي 45 في عكس عقارب الساعة، يبقى الميل موجب. يبقى اول ما يقول لي مع الاتجاه الموجب اعرف ان الميل موجب. يبقى هنا دلوقتي عشان اقول المعادلة بتقول لي ايه؟ ص بتساوي معادلة الخط المستقيم، بتقول لي ايه؟ ص بتساوي م س زائد ج. خليكم معايا واحدة واحدة كده. عشان اجيب معادلة الخط المستقيم لازم يبقى عندي م وعندي الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب عندي م يعني ايه؟ يعني الميل. هو بيقول لي يصنع زاوية قياسها 45، يبقى م ظ 45 بتساوي ايه؟ احنا عارفينها بتساوي 1.
يبقى جبنا الميل. إذا م بتساوي 1. تمام. ما هو الميل هو الظل الزاوي. الميل هو ايه؟ ظل الزاوية. يبقى أول معلومة بجيبها في معادلة المستقيم الميل. طيب عشان أجيب ج الجزء المقطوع من محور الصادات يبقى لازم أعوض بالنقطة اللي عندي عشان أجيب قيمة ج. ما هي النقطة اللي عندي دي هي اللي هتبقى مجهولة. طيب لما أعوض بالتعويض بالنقطة مين ومين؟ 3 و4. إذا صاد اللي هي مين؟ اللي هي الأربعة بتساوي ميم اللي هي جبناها 1 في س بكام؟ ب3 زائد ج. تمام. يبقى عوضنا ازاي؟ قلنا ان صاد اللي هي 4 اللي هي ايه؟ النقطة صاد دي، ما هي دي س وصاد. صاد اللي هي ب4 وس اللي هي ب3 وميم اللي هي ب1. كل المجاهيل اللي عندي دي جبتها وحطيتها في المعادلة، هيديني قيمة مين؟ المجهول الأخير اللي هو ج. إذا ج بتساوي 4 ناقص 3. ما هو ج دي هخليها لوحدها كده واجيب الرقم التاني بعكس الإشارة الناحية التانية. يبقى 4 ناقص 3 بتساوي كام؟ بيساوي 1. إذا معادلة الخط المستقيم هي صاد دي لازم تتحط مجهولة بتساوي ميم اللي هي 1. 1 يعني مش بتتكتب. س 1 في س يعني 1 س، يبقى س بس. تمام. زائد 1. يبقى هي دي معادلة الخط المستقيم. تاني عملنا ايه؟ عشان اما يقول لي اوجد معادلة الخط المستقيم بحط المعادلة قدامي كده عشان ابقى عارف انا عايز اجيب ايه فيها. صاد بتساوي م س زائد ج. عشان اجي احط المعادلة لازم يبقى عندي م وعندي ج، والصاد والسين بيتحطوا زي ما هم. طيب الصاد بتساوي م س زائد ج. اول حاجة هجيبها الميم. ميم اللي هي الميل بتاع المستقيم. هو عطيهاني بيقول لي بيسطع زاوية قياسها 45 يعني الميل بيساوي 1. ادي اول مجهول جبناه. طيب تاني حاجة بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو بيمر بالنقطة دي. ايه النقطة دي؟ س وصاد. بعوض بس وصاد عشان يديني الجزء المقطوع من محور الصادات. س ب3 وصاد ب4. عوضت بيهم في المعادلة. انا بعوض ليه؟ عشان اجيب قيمة ج. تمام. جبت قيمة ج هحط المعادلة تاني زي ما هي اللي هي صاد بتساوي س اللي هي 1 في س ميم اللي هي ب1. 1 في س بس زائد ج اللي هو الجزء المقطوع اللي انا جبته اللي هو زائد 1. يبقى يديني معادلة الخط المستقيم. تمام. تمام ان شاء الله. طيب اخر حاجة بيقول لي ايه؟ بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت ان الطرف ده بيساوي الطرف ده. يبقى اول حاجة بحط الطرف الايمن. يبقى لما يديني حاجة زي دي ويقول لي اثبت ان الطرف ده بيساوي ده، هاخد الايمن واحطها قصادي. ظا تربيع 60 زائد جا 30 ناقص جتا 60. تمام. دي هتساوي ايه؟ ظا 60 بجذر 3 تربيع. تمام. جا 30 بنص. قابلنا الزائد حطيناها. جا 30 بايه؟ بنص. تمام. بعد كده ناقص جتا 60 بكام؟ بنص. هي جا 30. تمام. النص راح مع النص فضل لي مين؟ فضل لي ظا تربيع 60. ظا تربيع 60 يعني 3. تمام. اللي هي الجذر 3 تربيع يعني تربيع الجذر بيطلع من تحت الجذر ب3 والنص راحت مع النص. يبقى الطرف الايمن عندنا عطاني كام؟ 3. تاني عملنا ايه في الطرف الايمن؟ حطيناه قدامنا زي ما انتوا شايفين. بعد كده بعوض باللي انا حافظاه. طبعا الحاجات دي النسب دي لازم تتحفظ صم. الظا 60 بكام؟ كذا. الجا 30 بكام؟ بكذا. جتا 60 بكام؟ بكذا. تمام. فانا لازم اكون حافظاها صم. تمام كده.
عوضت بيها وفكيت التربيع عطاني 3، يبقى الطرف الأيمن بيساوي 3. تعال نشوف الطرف الأيسر. 3 ظا 45 دي بتساوي إيه؟ 3 ظا 45 يعني 3 في ظا 45 بواحد بتساوي 3 برضو. يبقى دي 1 ودي 2. أما يديني حاجة زي دي هسمي الطرف الأيمن 1 والطرف الأيسر 2. من 1 و2 ينتج أن الطرفان متساويان وهو المطلوب إثباته. تمام كده؟ يبقى أنا بكل سهولة وبساطة حطيت المطلوب قدامي وعوضت وجبت النتيجة بتاعته وسميته 1. جبت الطرف التاني وعوضت وحطيت النتيجة وسميته 2. الاقي دي زي دي، يبقى من 1 و2 ينتج ان ما لكتش كتير وحطيت على طول الحاجة اللي هو عايزها في خطوتين ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله. تمام؟ يبقى انا كده ايه، ما لخبطتش المصحح وبقيت مش عارف اوله من اخره في التصحيح ايه. تمام؟ يبقى انا موضحه له خطواتي كده وبالراحه كاتبه وبالراحه معوضه وواصله للنتيجه بتاعتي بكل ايه بساطه. تمام؟ وانا عايزه ان شاء الله كده تشيروا الفيديو دوت وتحطوا تعليقاتكم عشان ان شاء الله يوصلكوا ايه كل جديد، وتشترك في القناه عشان كل جديد بنزله بيوصلك، وتكون كده على استفاده دائمه معايا لحد ما تخش الامتحان وتحل بكل بساطه باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.